مرحبا بحباب لاله مناتي على القناة ديالها. اليوم إن شاء الله غنديروا لكم دجاج محمر بالدغميرة ديالو، ما شاء الله كتجي واعرة. وشوفوا الشكل من بعد دخلناه للفران ودرنا حتى الروز، درنا الروز بالروز ديال البسمتي. الطريقة ديال الروز ديال البسمتي هو انك ضروري يكون ما طيب وكطيبي عادي، يعني بحال كطيبي الروز عادي، غير هذاك الماء اللي كديري خصو يشربو كله، ومن بعد صفيه. من بعد صفيه وهداك التصفى اللي خليتيه خليه، دخّليه ديريه يتبخر في الكسكاس ورجعي اسقيه به هذاك النشا ديالو اللي هو استكترتيه هو ديريه، وزيدي عليه غير زبيدة عادية راه كيجي واعر ما كيحتاجش شي حاجة أخرى. وبقاو معنا حتى الآخر ديال الفيديو، إن شاء الله الحاجة غتوريكم كيفاش دارت هاد الدغميرة ديال الدجاج وكيفاش صايبنا هاد الرز ديال بسمتي. الحاجة غتبدا إن شاء الله بالدجاجة اللي هي ديجا درناها في التلاجة، مغسولة منقية مزيان. من بعد ما جبدناها من التلاجة غنبداو نوجدو ليها التوابل ديالها اللي غنديروها إن شاء الله لهاد الدجاجة، وبقاو معانا مرحلة مرحلة إن شاء الله تنساليو الفيديو وتشوفوا في الآخر كيفاش تصايبنا. هنا الحاجة دارت الخرقوم عرق، ودارت الخرقوم العادي أو خرقوم ديال الزغبة، ودارت القزبر والمعدنوس مقطعين، ودارت القرفة والسكينجبير. دارت منهم غير شوية، هي كتبغي ديرهم أصلًا كديرهم في المرقة كتر، دارت منهم غير شوية ومليحة، وحاولت أنها تدخل هذاك وتعقدها بهاد الطريقة، ولاصوص ديالها خلاتو مزيان مع الزيت وقادته وصايباتو. ومن بعد غتحطّوه في هاد الطنجرة إن شاء الله، وغتحط عليه الكبيدة وداك الشي اللي مقطّعة حتى هي درنا لها نفس الإقامة هادي اللي درنا هاد الشي. كاين اللي كيبغي ينصب بزيت العود، حنا كنصبو غير بالزيت العادية كتجي زوينة. ومن بعد بدات كتشلّض في البصيلة، إن شاء الله غتبدا تشلّض في البصيلة. فهاد البصلة كنعزلوها هادي ما كندرناش هاديك الأخرى، وتبقى حتى هي زوينة، يعني بعض المرات كتكون هادي أحسن من البيضة. وكتقطعهم بهاد الطريقة. بصلة وقطّعاتها كلها غترميها فوق ديك الطنجرة اللي شفتوها من قبل. هنا زادت في سميتو زادت الزيت في ديك الدغميرة اللي غدير، زادت شوية ديال الزيت وزادت غير السكينجبير والقرفة، هاد الشي اللي زادتو صافي. صافي ونديروها فوق البوطة، نديرو الما اللي هو يقدها وندخلوها للفران ونحطوها. راه النتيجة شفتوها في أول الفيديو، ما نقولش لكم هداك الرز بسمتي والدجاج جا خطير. كنتمناو أنكم حتى نتوما ديروه وتاكلوه بالصحة والراحة إن شاء الله.